السلام عليكم ورحمة الله متابعيني الغاليين وعيلتي الكبيرة، وحشتوني جدا جدا من القصة اللي فاتت. النهاردة معانا قصة جديدة مليانة بالعبر والدروس اللي هتشدكم من البداية للنهاية. بس قبل ما نحكي قصتنا نصلي على أشرف الخلق رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ويلا بسرعة بسرعة حطوا لايك للفيديو واشتراك للقناة عشان كل ما نزل قصة وحكاية جديدة يوصل لكم إشعار مني على طول. ويلا حضروا مشروبكم المفضل عشان تستمتعوا بالقصة والحكاية، ويلا بينا نبدأ. وقبل ما احكي لكم حكايتي احب اعرفكم بنفسي. انا اسمي رؤية وعندي 28 سنة، متجوزة وعايشة ببيت جوزي. اما بقى اخويا ومراته عايشين مع امي وابويا ببيت واحد. وفي يوم من الايام رحت على شقة بابا ودخلت على بابا هو وماما وكانوا نايمين على السرير. وبابا اللي قال لي كتر الف خيرك يا رؤية يا بنتي، انا مش عارف اشكرك ازاي، لولا ان انت بتجيلنا كل يوم وتعملي لنا الاكل بنفسك كان زماننا متنا من الجوع. انت عارفة ان احنا حملنا تقيل قوي عليكي وعلى اخوكي ومراته. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا بابا؟ انا تحت امرك في اي وقت. وفي الوقت ده دخلت علينا عزة مرات اخويا وقالت لي بقولك ايه بقى يا حلوة، عايزاكي تنضفي الأوضة دي قبل ما تمشي. أظن انت شايفة الريحة عاملة ازاي في الأوضة. معلش يا عزة، أنا عارفة ان انت شايلة حمل كبير قوي عليكي، وبعدين كله هيبقى في ميزان حسناتك. طيب بقولك ايه، انا مش عايزة رغي كتير، وبعدين مش انت خلصت الأكل قاعدة ليه لحد دلوقتي؟ يلا يا حبيبتي اتكلي على الله وورينا عرض قفاكي. في ايه بس يا بنتي؟ انت بتكلمي رؤية كده ليه؟ رؤية قاعدة في بيت ابوها، يعني بيتها، يعني ما ينفعش تتكلمي معاها بالطريقة دي. قصدك ايه يا ولية يا خرفانة بالكلام اللي انت بتقولي ده؟ الشقة دي يا عينيا شقتي انا، انت سامعة ولا لا؟ وانا اللي قربت منها وقلت لها انت ازاي تتكلمي مع ماما بالطريقة دي؟ انت شكلك اتجننتي يا عزة. اهدي كده يا رؤية يا بنتي، مرات اخوكي دي واحدة مش محترمة وما شافتش ذرة تربية، وما ينفعش تقفي قدامها وتحط راسك براسها. وعزة اللي اتعصبت جدا من كلام ماما وقربت منها وضربتها بالقلم على وشها، وقعدت تزعق معاها وقالت بقى انا مش محترمة يا ولية يا خرفانة انتي، ده انا هخلي جوزي يخلي ليلتك سودا النهاردة. وانا اللي مسكتها من ايديها وقلت لها وما فيش اي حد هيربيك يا عزة غيري انا وبس. وفي الوقت ده دخل عليا احمد اخويا وقرب مني ومسك ايديا جامد وقال لي انت شكلك كده اتجننتي يا بنت انتي، ايه اللي انت بتعمليه ده مع مراتي؟ انت ازاي بتمسكي فيها بالشكل ده؟ يا ايديا، شيل ايدك من على ايديا يا احمد، مراتك ضربت امك بالقلم قدامي. يرضيك اللي عملته فيها ده يا احمد؟ وعزة اللي قعدت تعيط بتمثيل وقالت والله غصب عني يا حبيبي، امك غلطت في ابويا، وانت عارف كويس قوي ابويا غالي عندي قد ايه، وكل اللي حصل ده من تحت راس اختك. اختك كل ما تيجي هنا لازم تقوم امك وابوك عليا. ممكن اعرف بقى يا بنت انتي ايه اللي مقعدك لحد دلوقتي؟ مش انت طفحت الاتنين؟ يلا خدي بعضك بقى وامشي، وانا مش عايزه اشوف وشك تاني. لا والله. طب كتر الف خيرك يا احمد، بقولك مراتك ضربت امك بالقلم وفي الاخر عايز تطردني؟ يعني انت صدقت مراتك الكدابه وكدبتنا احنا التلاته؟ بقولك ايه بقى يا بنتي يا رؤية، انا مش عايز رغي كتير، خدي بعضك كده وامشي من هنا، ومش عايزه اشوف وشك تاني. انت سامعه ولا لا؟ واحمد اللي مسك ايديا وخرجني بره الاوضه، وبابا اللي قاله ما ينفعش يا ابني اللي انت بتعمله في اختك ده، ازاي يعني تصدق مراتك وتيجي على اختك بالطريقه دي؟ يا ريت تحمد ربنا وتبوس ايديك وش وظهر ان مراتي الاصيله بنت الاصول دي شايلك انت ومراتك المكسحه دي. وماما اللي قعدت تعيط وقالت يا خساره تربيتنا فيك يا ابني، منك لله، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. بقولك ايه بقى، يا ريت تلمي نفسك وتقصري لسانك شويه. المره اللي فاتت مراتي حبيبتي ضربتك بالقلم، انا بقى هخليها المره الجايه تقلع الشبشب
وتديكي على وشك بلا قرف. واحمد وعزة اللي اخدوا بعض وخرجوا على بره، وماما اللي بصت لبابا وقالت له: حرام عليك يا اسماعيل اللي بيحصل فينا ده كله، حاول تكلم رؤية بنتنا وتشوف لنا اي شقة تانية نعيش فيها، ورؤية وجوزها يقعدوا معانا في نفس الشقة، وبالمرة تراعينا وتشوف كل طلباتنا احسن من الذل اللي احنا عايشين فيه ده. تفتكري يعني ان جوز رؤية هيوافق على الكلام ده؟ اكيد طبعا مش هيوافق. وبعدين انت عايزانا نسيب له بيتي واخرج منه؟ لا طبعا يا اسماعيل، ولا عمره هيحصل الكلام اللي انت بتقوله ده. انت تقوم محامي وناخد البيت ده من تاني. انت عارف ان احمد ابنك ماشي ورا مراته وبيسمع كلامها في كل حاجة، يعني ممكن تقوله ترمينا وفعلا يرمينا في الشارع انا وانت. انا هكلم رؤية تشوف لنا محامي بسرعة، عشان خاطر عايزة اكتب لها كل حاجة بيع وشراء. انا مش هسيب له اي حاجة من الميراث. وفي الوقت ده اول ما دخلت شقتي لقيت يوسف جوزي واقف قدامي وهو متعصب جدا وقال لي: الله الله، الست هانم وصلت البيت اخيرا. يعني انا كل ما ارجع من شغلي تعبان وقرفان الاقيكي مش موجودة في البيت وبتسترمحي عند ابوك وامك؟ بس وطي صوتك يا يوسف، العيال كده ممكن يصحوا من صوتك العالي. وبعدين ايه المشكلة يعني ان انا اروح لبابا واطمن عليهم واعمل لهم لقمة ياكلوها؟ ما انت عارف ان بابا وماما تعبانين جدا والاتنين محتاجيني. لا يا اختي، كلمة محتاجينك دي تقوليها لما ما يكونش معاكي راجل عايزة تروحي تعيشي معاهم. انا ما عنديش اي مشكلة، بس بشرط قبل ما تخطي من عتبة البيت من عندي هتسيبي عيالك ومش هتاخديهم معاكي، فاهمة ولا لا؟ حرام عليك يا يوسف، خليك انسان عادل. ده انت ما بترضاش تحط اي لقمة في بقك غير لما امك تقعد وتاكل معانا. اشمعنى يعني عايز نجي على امي وابويا واعمل لهم كل طلباتهم وما يكونوش محتاجين اي حاجة من حد؟ امي يا ست هانم بتاكل وبتشرب من خير ابنها، اما انت بقى ست بيت وما بتشتغليش، واخوك الراجل المفروض يشيل اهلك وهم اصلا عايشين مع اخوكي. اخوكي ده لازمته ايه في الدنيا؟ ما انت كل يوم والتاني رايحة عشان تنضفي لهم وتعملي لهم الاكل. انا نفسي افهم اخوكي ده لازمته ايه. وفجأة سمعت العيال وهي بتعيط، وانا قلت له: اسكت بقى الله يخليك، عشان العيال دلوقتي صحيت وانا مش عايزة العيال تشوفنا واحنا بنتخانق مع بعض يا يوسف. وفي الوقت ده في شقة ابويا عزة اللي دخلت على احمد في اوضه النوم وقالت له: قوم يا استاذ، شوف ابوك عايز يعمل ايه، عايز يكتب كل حاجة باسم اختك المحروسة. ايه الكلام اللي ملهوش اي لازمة اللي انت بتقوليه ده يا عزة؟ وانت عرفتي منين بقى الكلام ده؟ ان شاء الله بقى دي اخرتها يا بابا، بعد ما شلتكم وخدمتكم عايز تكتب كل حاجة باسم اختي؟ ده حتى بيقول يا حبيبي ان انت قاعد عنده في شقته وهيرميني انا وانت في الشارع. بقول لك ايه بقى يا احمد، انا هروح يا حبيبي بيت اهلي، لحسن انا مش ضامنه اهلك ممكن يعملوا فيا ايه. تروحي على فين يا عزة؟ ازاي يعني الكلام ده؟ لا طبعا، ده بيتك وده شقتك. اما انا بقى هسود ليلتهم هما الاتنين على دماغهم النهارده. واحمد اللي دخل على اوضه ابويا وهو متعصب جدا وقال: انت شكلك كده يا راجل، انت كبرت وخرفت. انت عايز تكتب لبنتك كل حاجة ولا ايه؟ اقسم بالله لو ده حصل لا روح فيكم انتوا الاتنين في 60 داهية. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ حرام عليك، انت عارف عقابك ايه عند ربنا بعد كل اللي انت بتعمله فيا ده؟ اكيد عقابي مش هيبقى زي عقابك. يعني انت عايز تاكل حقي وتديه كله لاختي؟ ايوه يا احمد، ابوك هيكتب كل حاجة باسم اختك طول ما انت بتمشي ورا مراتك، واحنا مش هنسيب لك اي فلوس ولا هنسيب لك حتى الشقة اللي احنا قاعدين فيها دي. الحق يا احمد، شوف امك المجنونة بتقول ايه. حرام عليكي يا ولية انتي، ده حتى ابنك شايلك جوه عينيه ومش مقصر معاكي في اي حاجة. بقول لك ايه بقى يا احمد، انا يا اخويا مش قاعده لك في البيت ده لحظه واحده. انا مش ضامنه اهلك يعملوا فيا ايه.
وفعلا عزة اللي أخدت بعضها وراحت على شقة أمها على طول. وبعد ما قعدت مع أمها وحكت لها على كل اللي حصل، أمها اللي قالت لها: طول عمرك عبيطة وهبلة وبيضحك عليكي بكلمتين، ازاي يا بنت تجيبي بعضك كده وتيجي على هنا؟ انت المفروض تقعدوا على قلبهم هما الاتنين، البيت بيتك انت يا اختي. لما يغوروا الاتنين في 60 داهية انت اللي هتورثي انت وجوزك البيت ده كله. هو انت فاكرة يعني يا ماما ان احمد جوزي ممكن يستغنى عني يوم واحد؟ لا، وانت الصادقة النهاردة بالليل هتلاقيه عندنا في البيت عشان ارجع معاه على البيت. وفي الوقت ده خرج هشام اخوها من جوه وقال: واللي يحللك المشكلة دي كلها تعملي معاه ايه وتجيبي له ايه؟ انا عايز موبايل جديد بدل الموبايل القديم اللي معايا ده. يا اخويا حللي المشكلة الاول وبعدها بقى حللك بقك واجيب لك كل اللي انت عايزه. الحل الوحيد يا عزة ان البيت ده كله يتكتب باسمك انتي او حتى يتكتب باسم جوزك، ما انتي كده كده انتي وجوزك واحد. هو انت عبيط يا واد انت ولا بتستعبط؟ اكيد طبعا ابوه مش هيوافق على الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده. طب انا بقى الجهلة اللي مش بفهم اي حاجة فهمت كلام اخوكي. انت اللي عبيطة ومش بتعرفي تتصرفي. جوزك يا حبيبتي هو اللي يعمل كده ويخلي ابوه يمضي على ورق البيت ده كله باسمه بيع وشراء، يعني غصب عنه. تصدقي يا ماما عندك حق في كل كلمة، فكرة حلوة أوي يا واد يا هشام. وأحمد جوزي بيسمع كلامي في كل حاجة وأكيد هينفذه بالحرف الواحد. خلاص بقى يا عزة، أول ما البيت يتكتب باسمك تشتري لي موبايل جديد، أديني قلتلك أهو. وفي الوقت ده أنا كنت قاعدة في شقتي وحماتي اللي طلعت وقعدت معايا وقالت لي: أول مرة يعني أشوف رقمك على تليفوني يا مرات ابني، غريبة يعني. كنت متصلة بيا عايزة مني إيه؟ عايزة أطلب منك خدمة يا حماتي، أنا عارفة إن أنت طيبة وقلبك كبير وحنينة وهتقفي جنبي. أنا عايزة أروح أودي كل يوم والتاني أكل لبابا وماما، لأن أنا عارفة ومتأكدة كويس قوي إن عزة مرات أخويا ما بترضاش تديهم حتى بق المية. نعم نعم يا أختي، طبعا كل الحنية والدلال لأهلك وبس، لكن أنا ما بشوفش وشك في شقتي أبدا ولا حتى بشوف رقمك على تليفوني، ولما باجي بقعد عندك هنا التكشيرة بتبقى في وشك قد كده. لكن لما تكوني عايزة حاجة تخص أهلك لازم تفتكري حماتك، مش كده برضو؟ بالله عليك يا حماتي لا توافقي، يعني انت ترضي ان إمام بنتك ما تسألش عليكي او حتى جوزها يمنعها عنك؟ لا بقى لحد هنا وستوب. لما تيجي تتكلمي عن بنتي تقفي مع وجه وتتكلمي عادل. بنتي دي تيجي تقعد برنسيسة يا حبيبتي، مش خدامة زي ما انت ما بتعملي مع اهلك. كتر الف خيرك يا حماتي، انا كل اللي طالباه منك ان انت تتكلمي مع يوسف ان يرضى يوديني عند بابا وماما. انت عارفة اليوم اللي انا ما بروحش هناك عندهم بيقعدوا طول النهار من غير اكل، وانا مش هسمع كلامك في اي حاجة غير لما تعملي لي حلة محشي قد كده وكمان فوقيها ديك رومي، وتنزلي تشتري لي كل الحاجات دي من السوق بفلوس ابني حبيبي. فلوس ابني يا اختي وانا حرة فيها. وانا اللي بصيت لها ومرضتش ارد عليها وخدت بعضي ودخلت على اوضتي على طول ولميت كل هدومي في شنطة. ويوسف اللي دخل عليا وقال لي: بتعملي ايه يا رؤية؟ اوعي تكوني يعني بتفكري تمشي من البيت. ايوه يا يوسف، انا همشي واسيب لك البيت باللي فيه، انا ما اقدرش اسيب امي وابويا لوحدهم كده، انا هروح اقعد معاهم واشوف كل طلباتهم. وماله يا حبيبتي، الباب اهو يفوت متجمل بحاله وانا ما عنديش اي مشكلة خالص، بس بشرط واحد: تسيبي جودي وكارما هنا في البيت وتفضلي يا حبيبتي مع السلامة. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا يوسف؟ بقى انت عايزني اسيب عيلة عندها 6 سنين وواحدة عندها 2 سنين ونص؟ ليه بقى ان شاء الله؟
هو ده اللي عندي يا رؤية، عايزة تمشي وماله، هتمشي لوحدك من هنا ومش هتاخدي اي عيلة من عيالي. موافقة على الكلام ده؟ ماشي. مش موافقة؟ اتفضلي اترزقي ومش عايزة اسمعلك ولا صوت. وانا اللي قعدت على السرير وانهارت من العياط. وفي الوقت ده احمد اخويا اللي راح شقة حماته وقعد معاها وقالت له: بقول لك ايه بقى يا احمد، انا النظام ده يا حبيبي ما يعجبنيش خالص. انت سامع ولا لا؟ مش كل يومين والتاني ترجع لي بنتي وتغضبها وترجع لي دمعتها على خدها. حقك على راسي من فوق يا حماتي. انا خلاص هود امي وابويا دار المسنين، لان انا خلاص تعبت من خدمتهم هما الاتنين. وكمان الهانم اختي ما جاتش عندهم النهارده عشان تاكلهم وتنضفهم. واحنا ما قلناش كده يا احمد يا ابني، احنا قلنا نتعامل معاهم بما يرضي الله. وانا شايفه يعني ان امك وابوك مش بيعاملوا بنتي بما يرضي الله ولا حتى بيتقوا ربنا فيها. وانا مش عايزك تشيلي هم اي حاجة يا حماتي، انا بقى اللي هتصرف في الموضوع ده. واوعدك يا ست الكل، عزة مراتي عمرها ما هتخرج من بيتها زعلانة تاني مهما حصل. وعزة اللي خرجت من جوه وقالت: وانا مش هعيش في بيتك يا احمد غير لما احس ان هو ملكي وبتاعي. موافق على كده براحتك، مش موافق انت حر يا حبيبي. طيب وانا اعملها ازاي دي بس يا عزة؟ ما انتي عارفة الظروف معايا عاملة ازاي. اصبري بس عليا شوية وانا هجيبلك يا ستي بيت ملك من بابه. وليه يا احمد يا ابني تشتري بيت ملك ومصاريف على الفاضي؟ ما انت عندك بيت ابوك اهو يرمح فيه الخيل. احنا عندنا فكرة حلوة قوي، انت تمضي ابوك على بيع البيت ده كله، ولا من شاف ولا من دري. ها قلت ايه؟ ودي بقى ان شاء الله يا حماتي هعملها ازاي يعني؟ وانا ماليش فيه يا احمد، ده شرطي الوحيد عشان ارجع اعيش معاك من تاني. لو عايز نرجع معاك يبقى تمضي ابوك على البيت ده كله ويبقى ملكنا احنا الاتنين. ها قلت ايه؟ وانا موافق يا ستي، وانا من ايدك دي لايدك دي. بس قوليلي هعملها ازاي؟ ما انت شايفة بنفسك مستحيل ابويا يوافق على حاجة زي كده ابدا. هيحصل يا حبيبي هيحصل، لو ما كانش بالذوق يبقى بالعافية. هو انا هقولك برضو ولا انت عاجبك يعني تلاقيني كل يوم والتاني عند امي هنا وابوك وامك يرمينا انا وانت في الشارع؟ اسمعني بس يا احمد، انا مش حاسه بالامان خالص طول ما انا قاعده مع ابوك وامك في البيت. عزة بنتي عندها حق في كل كلمة يا ابني، وهي لو مش حبالك الخير ما كانتش قالت لك حاجة زي كده. عندك حق يا حماتي وماله، انا موافق وانا هعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه. وفعلا عزة اللي روحت مع احمد على البيت، واول ما وصلوا على هناك ابويا اللي اول ما شافهم قال: انت كنت فين يا ابني من الصبح؟ ده انا يا ابني جعان قوي انا وامك، واختك ما جاتش النهارده ولا عملت لنا اي اكل. ده انا حتى عايز اخد العلاج ومش عارف اخده يا ابني لحد دلوقتي. بقول لك ايه يا راجل يا خرفان، انت لازم تعمل كل اللي هقولك عليه دلوقتي. لو مش بالذوق هيبقى بالعافية. انت لازم تمضيلي على العقد ده دلوقتي حالا ومن غير ما اسمع منك ولا كلمة. البيت ده لازم يتكتب كله باسمي، وانا مستحيل امضيلك على اي حاجة يا احمد. ده انت بتعايرني انا وامك وبتذلنا احنا الاتنين، وما بيهونش عليكم تدينا حتى بق مية، والبيت برضو لسه باسمي. امال بقى لما اكتب لك البيت باسمك هتعمل فيا ايه انا وامك الغلبانة دي؟ حلو قوي الكلام ده، يبقى انت اللي جبته لنفسك، ولو ما كنتش حابب تعمل كده يبقى انت هتطردني انا ومراتي في الشارع. واحمد اللي مسك ايدين بابا بالعافية وعايز يمضيها على الورق، وماما اللي قعدت تعيط وقالت: حرام عليك يا ابني، انت ليه بتعمل فينا كده؟ اخرسي خالص يا ولية يا خرفانة، انا مش عايزة اسمع لك صوت. امضي يا راجل انت احسن لك. هو انا هفضل اتحايل عليك كتير ولا ايه؟ وبابا ما كانش قدامه اي حل غير ان هو فعلا يمضي على الورق. وبعد ما بابا مضى على الورق مسك قلبه وقال: قلبي، اه قلبي وربي غضبانين عليك ليوم الدين.
انا مش مسامحك على اللي عملته فيا ده. وقطع النفس، وماما اللي قعدت تعيط وقالت لا لا لا، قوم يا اسماعيل، قوم يا اسماعيل، الله يخليك، انت كويس، انت كويس ومش هتسيبني لوحدي ابدا، قوم بالله عليك ما تحرقش قلبي عليك. شوف الولية عاملة مناحة على الراجل ازاي، جوزك ده يخت رجله والقبر، انت عايزاه ياخد زمانه وزمن غيره ولا ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا ينتقم منكم دنيا واخرة. انا مش مسامحاكم ابدا على اللي انتوا عملتوه في الراجل الكبير ده، وانت يا احمد بكرة هتندم على كل اللي انت عملته معانا. بقولك ايه يا ست انتي، اخرسي خالص ومش عايزه اسمع لك صوت، سامعه ولا لا؟ وانا بقى هكلم المحروسه بنتك دلوقتي واقول لها ان ابوكي مات، وحسك عينك تعرفيها بكل اللي حصل دلوقتي، عشان وقتها بقى محدش هيندم غيرك انتي وبس، لاني هرميكي في الشوارع، عشان من بعد النهارده البيت ده كله بقى بتاعي انا وبس، وباسمي وملكي. وماما اللي كانت منهارة من العياط وقالت يا وجع قلبي عليك يا اسماعيل، سبتني في الدنيا دي لوحدي ليه؟ وفي الوقت ده انا خرجت ليوسف وقلت له بالله عليك يا يوسف خليني اروح لبابا وماما واطمن عليهم، انا قلبي وجعني عليهم قوي، ده محدش بيسأل عليهم غيري. هو انت ايه ما بتفهميش كده خالص، ولا انت بتحبي اللي اعيد وازيده تاني؟ ما فيش نيلة مروح هناك تاني، وبدل ما انت شاغله بالك قوي كده بابوك وامك، اشغلي بالك ببيتك وجوزك وعيالك، وشوفوا ايه اللي ناقصهم واعمليه. وانا قبل ما ارد عليه لقيت الموبايل بتاعي بيرن، ولما بشوف مين كان احمد اخويا، وقلت احمد اخويا بيرن عليا، غريبه يعني، خير يا رب، اكيد في حاجه حصلت. واول ما رديت عليه قلت لا لا لا، قول ان انت بتهزر وبتقول اي كلام، بابا كويس، بابا كويس ومفيهوش اي حاجه، انا سايباه امبارح زي الفل. خلاص خلاص يا احمد، اقفل التليفون دلوقتي وانا نص ساعه وهكون عندكم. وانا اللي قفلت مع احمد التليفون ولسه هاخد بعضي وامشي، يوسف اللي وقفني وقال لي رايحه على فين يا ست هانم، ولا هي وكاله كده من غير بواب؟ انت فاكره ان انا ممكن اسيبك تخرجي من البيت ولا ايه؟ وانا اللي كنت واقفه ومنهاره من العياط وقلت له مش وقت كلامك ده يا يوسف، بابا مات ولازم اكون هناك دلوقتي وواقفه على الغسل بتاعه. بتقولي ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. طيب اهدي بس عشان خاطر يا رؤية، وادخلي غيري هدومك لحد ما انزل العيال عند امي تحت، وانا هاجي معاكي على هناك. وفعلا بعد شوية رحت على شقة بابا على طول، ولقيت ماما اللي منهارة من العياط، وانا اللي قربت منها وقلت لها قوليلي يا ماما ايه اللي حصل؟ بابا انا كنت سايباه كويس وما كانش فيه اي حاجة، ولا هو ما خدش العلاج ولا ايه اللي حصل؟ وعزة اللي قربت من ماما وبرقت لها بعينيها، وماما اللي اتخضت منها جدا وقالت لها ها، لا طبعا بالعكس، ده احمد نزل وجاب له اكل من بره واداله العلاج كله يا بنتي، ده امر الله، امر الله ونفس بقى، ربنا يرحم ابوك يا بنتي ويصبرنا على فراقه. الله، مالك يا ست رؤية؟ هو انت داخلة يا حبيبتي عمالة تحققي مع عمك ليه؟ هو انت فاكرة يعني ان احنا ممكن نكون عملنا حاجة في ابوكي ولا ايه؟ مش وقت كلامك ده يا عزة، وانت يا رؤية يا بنتي ادخلي على ابوكي وودعيه قبل ما يدفن، دي اخر واول مرة تشوفيه فيها. وفعلا انا سبتهم ودخلت على جوه، وعزة اللي قربت منها وقالت لها انتي عارفة يا ولية يا خرفانة، انتي لو كنت فتحت بقك بنص كلمة وقلت اي حاجة لبنتك من اللي حصلت ما كانش حد هيخلصك من ايديا ابدا. يعني انا لو كنت قلت ولا فتحت بقي ولا اتكلمت بنص كلمة كان هيرجع اللي راح يعني؟ يلا ربنا يسامحكم على اللي انتوا عملتوه واللي لسه هتعملوه. بركاتك يا ست الشيخة، يا ريت تبطلي كلامك ده عشان مش هيخيل عليا ابدا، وعلى الله اعرف ان انتي قلتي كلمة كده ولا كده ما تعجبنيش. وعزة اللي سابتها ومشيت، وبعد يوم بابا اتدفن والعزا خلص، يوسف اللي قرب مني وقال لي مش يلا بقى يا رؤية، خلينا نمشي ونروح على البيت.
ايه اللي انت بتقوله ده يا يوسف؟ اكيد انت بتهزر، ده بابا لسه ما كملش كام ساعة مدفون، وغير كده يعني مش شايف حالة ماما عاملة ازاي عايزنا اسيبها في الحالة دي؟ بقولك ايه بقى يا رؤية، ما اخوك اهو هو ومراته قاعدين معاها ومونسينها ومش هيسيبوها، وغير كده كمان اخوكي مش هينصب عزا تحت في الشارع، خد عزا ابوكي هناك عند المقابر ساعة الدفنة. وانتي بقى هتقعدي دلوقتي تعملي ايه؟ بيتك اولى بيك يا بنت الناس. بس يعني يا يوسف، من غير بس يا رؤية، لو ما مشتيش معايا وما جيتيش ورايا خليكي قاعدة في بيت ابوك وما ترجعيش بيتي من تاني. انتي عارفة كويس قوي ان انا لما بقول كلمة ما برجعش فيها، سامعة ولا لا؟ وساعتها بقى يا ريت تنسي عيالك نهائي. لا لا لا، خلاص يا يوسف، انا قايمه اهو، استناني بره ثواني كده، هدخل على ماما واسلم عليها واجي وراك على طول. وماله، بس يا ريت ما تتاخريش عليا. ويوسف اللي خلص كلامه وسابنا وخرج، وانا اللي دخلت على اوضه ماما على طول وقلت لها: ماما، انا لازم امشي دلوقتي عشان البنات، وهحاول اجيلك بكره لو عرفت يعني اجيلك. انت ليه مستعجله على المروح كده ليه يا رؤية؟ ما تخليكي قاعده معايا النهارده يا بنتي، او حتى باتي معايا. جرى ايه يا حماتي؟ يعني انت مش سامعه بنتك قالتلك ايه؟ قالتلك بناتها قاعدين لوحدهم، ولا انت بقى عايزه تخربي عليها بيتها وتقعديها هنا جنبك؟ يلا يا رؤية، روحي بيتك يا حبيبتي، وما تقلقيش على امك في عينيا الاتنين، وما تقلقيش عليها خالص. تمام يا عزة، بس بالله عليكي خلي بالك من ماما قوي، لانها خلاص ما بقاش لها اي حد في الدنيا غيركم انتم وبس. جرى ايه يا ست رؤية؟ اللي يسمع كلامك كده يقول ان احنا هناكلها يعني. ما تخافيش يا اختي، ولو خايفة عليها قوي كده خديها في ايديكي وانتي ماشية، مش عايزين صداع ووجع دماغ. لا لا لا، خلاص يا عزة، انا بس بأكد عليكي مش اكتر. على العموم انا همشي دلوقتي، ولو في اي حاجة كلموني في التليفون وانا هجيلكم على طول. وانا اللي خلصت كلامي وخرجت على بره، ويوسف اللي اول ما شافني قال لي: انتي عارفة يا رؤية، لو ما كنتش خرجت دلوقتي كنت هعمل فيكي ايه؟ ساعة يا هانم، ساعة لطعاني قدام الباب عشان بتسلمي على امك. فين ساعة دي يا يوسف؟ ده هما كلمتين قلتهم لأمي وسبتها ومشيت. طيب يا اختي يلا امشي قدامي، مش عايز رغي كتير. ويوسف اللي اخدني وروحنا على البيت، واول ما دخلت شقة حماتي اللي قالت: هو ده يا يوسف اللي هنيجي على طول؟ اللي اخركم لحد دلوقتي؟ امال بقى لو كانوا عاملين عزا زي بقية الخلق كنت جيتوا امتى؟ كنت جيتوا وش الصبح. الهانم مراتي بتتدلع يا ماما، قال ايه؟ ما كانتش عايزة تيجي معايا دلوقتي. ليه يا عينيا؟ وبناتك دول مين اللي هيرعاهم؟ انا يا حبيبتي ما بشيلش عيال حد ولا بربي عيال حد. بالله عليكي يا حماتي، مش وقته اي خناق دلوقتي، انا اصلا راجعه من بره فيا اللي مكفيني، ومش ناقصه اي مشاكل دلوقتي. انا قلبي وجعني جدا على فراق بابا، الله يرحمك يا بابا. وقلبك وجعك على ابوكي ليه بقى؟ ان شاء الله ايش حال ما كان نايم على السرير وتعبان؟ كنت عملت ايه؟ واحده غيرك تحمد ربنا ان هو مات وخف من على راسك المسؤوليه شويه ومن قرفه. بقول لكم ايه بقى انتوا الاتنين، انا طالعه على شقتي لاني مش عايزه اتخانق ولا يحصل اي مشاكل دلوقتي. وانا خدت بناتي وطلعت على شقتي على طول، وحماتي اللي بصت ليوسف وقالت له: جرى ايه يا سيد الرجالة؟ عاجبك يعني كلام مراتك والكلام اللي قالتهولي؟ ما طبعا لها حق تعمل اكتر من كده، ما سيد الرجالة بتاعها واقف وسمع الكلام ومش قادر يديها قلمين على خلقتها ويقول لها احترمي نفسك. يا ماما ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده برضو، يعني اشد شوية وافك شوية عشان ما تزهقش وتسيب البنات وتمشي، وكل حاجة كده بالعقل. انا عارف كويس انا بعمل ايه وبتصرف مع مراتي ازاي. وماله يا يوسف، طالما انت عارف انت بتعمل ايه
انا مش هفتح بقي بنص كلمة. على العموم تبقى الصحيحة يا اخويا من بدري تنزل تشوف لي الشقة دي وتنضفها من فوق لتحت. ما انت شايف ولادك عملوا في الشقة ايه. حاضر يا ماما، كل اللي انت عايزاه هيحصل ان شاء الله، ما تشغليش بالك انت. ويوسف اللي خلص كلامه وسابها وطلع على شقته. وتاني يوم الصبح يوسف اللي صحي من النوم ولقاني بغير هدومي وقعد يزعق ويقول: ايه ده بقى ان شاء الله، انت بتلبسي بدري كده ليه ورايحة على فين كده؟ هو ايه اللي رايحة على فين يا يوسف؟ رايحة عند ماما طبعا عشان اكلها واشوف كل طلباتها واعمل لها كل اللي هي محتاجاه. وانت بقى يا هانم خدتي اذن مين عشان تلبسي كده وتنزلي من البيت؟ ولا انت خلاص اعتبرتي نفسك ان انت مالكيش راجل وبتخرجي وبتنزلي كده بمزاجك؟ طيب والله العظيم ما انت رايحة في اي حتة ومش هتروحي عند امك غير بمزاجي انا، عشان بعد كده تتعلمي تتصرفي من دماغك. حقك عليا يا يوسف، كل الحكاية ان انا لقيتك نايم ومرضتش ازعجك واصحيك، عشان كده يعني قلت اروح بسرعة واجي على طول. وانا قلتها كلمة ومش هرجع فيها تاني. اقلعي الزفت الاسود اللي انت لابسهن ده، انت عارفة كويس قوي انا ما بحبش اللون الاسود. وانزلي عند امي تحت شوفي كل طلباتها وشوفيها محتاجة ايه واعملوه على طول، وبعد كده ابقي اطلعي شوفي طلباتي انا والعيال. حرام عليك يا يوسف، حرام تعمل فيا كده. انت عارف كويس قوي ان امي ملهاش اي حد في الدنيا غيري انا وبس. يعني امي ما بتصعبش عليك يا يوسف؟ يا ريت تعدي يومك معايا النهارده يا رؤية، واللي اقولك عليه تعمليه من سكات عشان ما تزعليش مني، سامعة ولا لا؟ وانا اللي بصيت له وما كنتش عارفه اعمل ايه ولا اتصرف ازاي، واضطريت اسكت خالص عشان ما يعملش معايا مشاكل، ونزلت وعملت لحماتي كل اللي قال لي عليه. وفي الوقت ده احمد اخويا وعزه اللي كانوا قاعدين مع بعض، وعزه اللي قالت له: ها يا احمد، ايه رايك في الكلام اللي انا لسه قايله لك دلوقتي؟ الله، مالك ساكت ليه؟ ما ترد عليا يا راجل. اصل بصراحه كده بقى يا عزه، انا خايف يعني للبت رؤية تشم خبر وساعتها بقى هتبقى مشكلة كبيرة. ما تعمل اللي عايزة تعمله يا حبيبي، ولو اتكلمت وقالت لك ليه قول لها وماله. لو زعلانة عليها قوي كده خديها وقعديها عندك. انت شكلك كده يا عزة نسيتي اللي انا عملته في ابويا. افرضي يا ستي خدتها وقعدتها عندها، ما ساعتها امي هتحكي لها على كل اللي حصل وعلى كل اللي عملته. ومين اللي قالك يا حبيبي ان اختك ممكن تاخد امك تقعدها عندها؟ هو انت مش شايف جوزها اصلا بيخليها تيجي عندنا او حتى تعمل لها اي حاجة؟ جوز اختك يا حبيبي صعب جدا وشديد عليها، وهي في وقتها بقى هتختار بين بيتها وبين امها. على رأيك يا عزة، هي أصلا كده كده اتأخرت النهاردة، يبقى مش هتيجي غير بكرة وبس. نبقى ناخدها ونروح بيها على دار المسنين على طول، لأن بصراحة كده بقى أنا مليش خلق لأي حد يقعد في بيتي تاني. أيوة كده يا حبيبي، كلامك عين العقل وصح الصح. هما يعني هيفضلوا كابسين على نفسنا لحد امتى؟ انا بجد مش فاهمة. امك ما ماتتش ليه مع جوزها اللي مات بدل ما هي قاعدة في خلقتنا كده؟ سيبك من ده كله يا عزة، قوليلي كده وفكري معايا كده، هنعمل ايه لو اللي اسمها رؤية طلبت بحقها في الشقة؟ قوليلي هتصرف ازاي معاها؟ ساعتها بقى يا حبيبي هتحط العقد اللي معاك جوه عينيها وتقول لها ابوك كتب لك كل املاكه قبل ما يموت على طول، يعني مش مشكلة يعني. عندك حق يا عزة، انا بجد مش عارف انا من غيرك كنت عملت ايه في الدنيا دي. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. وتاني يوم احمد وعزة خدوا امي وودوها دار المسنين، وماما اللي قعدت تعيط وقالت لهم: ابوس ايديك يا احمد، بلاش تقعدني هنا، انا مش عايزه اموت غير على فرشتي. بقول لك ايه بقى يا وليه يا خرفانه انتي، انا ما عنديش اي استعداد اخدمك او حتى اشيلك. شكلك كده زي القطط ب7 ارواح، ومش هتموتي دلوقتي وهتفضلي كابسه على نفسي، وانا يا حبيبتي مش ناقصه، عايزه اعيش حياتي واعيش شبابي.
منك لله يا عزة، بس اللي انت مش عارفاه ان الدنيا دي دوارة، وكما تدين تدان، واللي هتزرعيه النهاردة هيتردلك في اعز ما عندك، لانه كاس وداير يا عزة. بقول لك ايه بقى يا احمد، يلا يا حبيبي ندخلها الدار، ولا انت عاجبك كلام امك ده وواقف عمال تسمع لها؟ لا طبعا يا حبيبتي، يلا بينا ندخلها على جوه. واحمد وعزة اللي دخلوا امي دار المسنين، واول ما دخلوا لقوا عفاف اللي احمد كان بيحبها زمان، وكانت بتشتغل ممرضة في دار المسنين. وماما اللي اول ما شافتها قالت لها: عفاف، عاملة ايه يا بنتي وبتعملي ايه هنا؟ ازيك يا خالتي، عاملة ايه؟ والله ليكي وحشة من زمان. اصل انا شغالة هنا ممرضة في الرعاية. هو انتم جايين الدار تعملوا ايه، ولا انتم جايين الدار عشان تشوفوا حد ولا تزوروه؟ وماما اللي اول ما سمعت منها الكلام ده صعب عليها نفسها جدا، وفضلت تعيط وقالت: معقولة يا احمد؟ يعني انت جايب امك تقعدها في دار المسنين عندنا؟ انا مش قادرة اصدق والله. انت عارف اي حد بيجيب مامته هنا بنقول عليه ايه؟ بنقول عليه مش راجل. شكل بابا كان عنده حق لما رفضك زمان. ومين بقى الحلوة دي بقى يا حبيبي عشان تتكلم مع جوزي بالشكل ده؟ هو انت مجنونة يا بنت انت ولا ايه؟ بقى انت بتتكلمي مع جوزي وانا واقفة جنبه، وانت كمان ساكت لها ليه يا احمد؟ ما تتكلم ولا حتى تنطق. اسكتي يا عزة لو سمحت، ويلا خلينا نمشي من هنا. واحمد وعزة اللي اخدوا ماما وخرجوا من بره الدار خالص. واول ما ركبوا العربية، عزة اللي كانت متعصبة جدا ومتغاظة وبصت لاحمد وقالت له: ممكن افهم في ايه بالظبط يا احمد؟ مين البت اللي وقفتك دي؟ ومالك يا اخويا ارتبكت اول ما شفتها كده ورجعت في الكلام اللي احنا اتفقنا عليه؟ مش احنا قلنا برضو نرمي الست دي في دار المسنين؟ لكن انت ما سمعتش كلامي وخدتها ورجعنا بيها تاني. ممكن اعرف انت عملت كده ليه؟ بقولك ايه بقى يا عزة، انا مخنوق دلوقتي ومش عايز اسمع اي كلام. ممكن تسكتي لحد ما نوصل البيت؟ واحمد اللي افتكر كل اللي حصل زمان لما كان هو وعفاف بيحبوا بعض، وكان رايح عشان يتقدم لها، وابوها اللي قال له: وفين بقى اهلك يا احمد على اساس ان انا ممكن اوافق بيك وانت جاي لي كده بطولك؟ فين باباك وفين والدتك؟ لازم راجل احط ايديا في ايديه. هو انا يعني مش عاجبك يا عمي ولا ايه؟ على فكرة اهلي ولا ليهم اي لازمة، انا اللي قرر اعمل ايه وبنفذه على طول. يعني ايه اهلك ملهمش اي لازمة؟ وانت لازمتك ايه اصلا في الدنيا؟ انت ازاي اصلا تتكلم على اهلك بالشكل ده؟ بصراحة كده بقى يا عمي، خليني أكون صريح معاك بزيادة. الكلمة الأولى والأخيرة ليا أنا وبس، وبالذات يعني إن أنا مش محتاج منهم أي حاجة، وأنا عندي مزرعة كلاب وأكيد عفاف قالت لك عليها، والفلوس اللي بتطلع منها هتعيشني أنا وعفاف أحسن عيشة في الدنيا. وأول ما أبو عفاف سمع منه الكلام ده قام وقف وقال له: وأنا ما عنديش بنات للجواز، ويا ريت تشوف أي واحدة تانية غير بنتي. ايه اللي حصل بس يا عمي؟ انا مش فاهم اي حاجة. اللي اعرفه يا ابني ان اي حد في الدنيا ملهوش خير في اهله يبقى مش هيكون ليه خير في بنتي ابدا، وانا بنتي ما تتجوزش واحد زيك ابدا. اكيد انت بتهزر يا عمي، مش كده برضو؟ وانت بقى هتلاقي احسن مني فين بقى ان شاء الله فيها؟ ومالك يعني مناخيرك في السما كده ليه ومتقنعر على ايه؟ وانا ما يشرفنيش ان انا احط ايديا في ايد واحد زيك. اتفضل يلا امشي من هنا من غير مطرود. وماله، انا ماشي، بس يا ريت ما ترجعش تندم ان انت رفضت واحد زيي. واحمد اللي خلص كلامه وسابه ومشي. وعفاف اللي خرجت من الأوضة وقالت له: ايه اللي انت عملته ده يا بابا؟ ليه رفضت احمد؟ احمد انسان كويس قوي وانا مش هلاقي زيه ابدا، وكمان بيحبني وانا بحبه. اسمعيني كويس يا بنتي، اللي زي احمد ده ممكن يرميكي في اي وقت. هو انت ما سمعتيش بيتكلم عن اهله ازاي؟ يا بابا اكيد انت فهمت احمد غلط. كل الحكاية ان احمد فتح المشروع اللي يخصه وعايز يعتمد على نفسه في كل حاجة، يعني مش محتاج لأهله في اي حاجة ولا جواز ولا حتى عيشة. وانا قلت لا، يعني لا يا عفاف، وانسى خالص ان انت تتجوزي اللي اسمه احمد ده على جثتي لو ما سمعتيش كلامي. وابو عفاف اللي دخل على اوضته وسابها وهو متعصب جدا، وتاني يوم وقال لها:
عاجبك اللي ابوكي عمله معايا ده يا عفاف؟ يطردني من بيته بالطريقة دي؟ يعني انت يرضيكي؟ انت برضو يا احمد غلطت، اتكلمت معاه باسلوب مش كويس خالص. على العموم كل اللي انا عايزاه تتكلم معاه تاني، وتعالى يا سيدي على نفسك عشان خاطري، وهات المرة الجاية اهلك معاك. انا بجد مش فاهمة انت ليه ما بتحبش امك ولا ابوك، مع اني لما شفتهم وتعرفت عليهم لقيتهم ناس طيبة جدا. بقولك ايه بقى يا عفاف، انسي خالص اللي انت لسه قايلاه حالا دلوقتي. انا مستحيل اروح لابوكي تاني واكسر نفسي قدامه. ولو انت لسه بتحبيني وباقي عليا يا بنت الناس، تعالي معايا ونكتب كتابنا ونتجوز واقعد في شقة امي وابويا. يعني انت عايزني اكسر ظهر ابويا واحط راسه في الطين واتجوز من وراه؟ لا طبعا، انا مستحيل اعمل حاجة زي كده ابدا. يعني ايه يا عفاف؟ يعني انت عايزة تبيعيني بالسهولة دي؟ انت اللي مش عايز تضحي عشاني يا احمد، وانا مستحيل اجي على ابويا او حتى اخليه يبقى غضبان عليا عشان اي حد. وانت لو بتحبني بجد روح لبابا من تاني واعتذر له على الكلام اللي انت قلته وهات اهلك معاك. ده عشم ابليس في الجنة، ولو فكرت ان انا ممكن اعمل حاجة زي كده تبقى اكبر عبيطة، حتى لو روحي فيكي وبحبك. خلاص يا احمد، انت اللي اخترت، وطالما مش عايز تضحي عشاني يبقى اعتبر كل اللي بينا انتهى وخلص. وعفاف اللي قالت كلامها وسابته ومشيت. وبعد ما عدى سنة على كل اللي حصل ده، احمد اخويا قابل عزة واتعرف عليها وحبها واتجوزها، ومن بعدها علاقته بعفاف انقطعت خالص ومبقاش يعرف عنها اي حاجة لحد ما شافها في دار المسنين النهارده. واحمد اللي رجع من تفكيره تاني وروحوا على البيت، وعزة اللي قعدت تزعق معاه وقالت له انا بجد مش فاهمة، ممكن تفهمني بقى يا استاذ اللي حصل النهاردة بالظبط؟ ازاي نرجع امك تاني على البيت وواحدة ممرضة ملهاش اي لازمة تقول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه وتتحكم فينا بالشكل ده؟ بقولك ايه بقى يا عزة، انا مش ناقص كلامك ده، ويلا خلينا اشوف هعمل ايه واشوف اللي ورايا. وماله يا احمد، براحتك، يبقى مفيش غير حل واحد. امك كده كده عندها القلب، وانا من رأيي تجيب اكبر كلب عندك في المزرعة وتدخله على امك، وهي لما تشوفه هتترعب يا حرام وهتموت لوحدها. انت ازاي عايزاني اعمل حاجة زي كده مع امي يا عزة؟ ده انا لحد النهاردة ضميري وجعني وما بنامش الليل بسبب كل اللي عملته في ابويا. حلو قوي الكلام ده، يعني انت فجأة كده ومرة واحدة بقيت تحب امك يا حبيبي؟ وماله يا ابن الناس، لو انت مش عايز تعمل اللي انا بقولك عليه، انا يا سيدي همشي واسيب لك البيت باللي فيه وخلي امك بقى تنفعك. استني بس يا عزة، ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقولي عليه ده؟ انت عارفة ومتأكدة كويس قوي انا بحبك قد ايه، وفي نفس الوقت ما اقدرش استغنى عنك ابدا. حاضر يا ستي، انا هروح مزرعة الكلاب بتاعتي واجيب اكبر كلب فيها وهدخله على امي اياكش تغور في داهية وتموت بقى ونرتاح. بس اهم حاجة عندي يا حبيبتي ان انت ما تزعليش ولا حتى تبعدي عني، انا ما اقدرش استغنى عنك ابدا، واهم حاجة بالنسبة لي هو رضاكي عليا. ايوه كده يا حبيبي، لما تسمع كلامي انا هحبك اكتر واكتر. انا بقى عايزاك تجيب اكبر كلب في المزرعة ويكون شرس وتدخله على امك، ولما تموت بقى تبقى تديني حلاوتي. تمام؟ بس كده من عينيا الاتنين يا حبيبتي. ادعي بس اول ما دخلها الكلب تروح فيها على طول، خلينا نرتاح منها بقى ومن قرفها. وبعدها على طول احمد اللي راح جاب الكلب من المزرعة، وكان كلب شرس جدا، ودخله على ماما وكان بيسمع صوت ماما من جوه. وبعدها بيوم عزة اللي قربت من احمد وقالت له بقول لك ايه يا احمد، تفتكر امك ماتت؟ اصل انا يعني مش سامعه لها اي صوت، ولا حتى يعني سامعه للكلب اي صوت، وما بقاش يهوهو زي الاول. مش عارف يا عزة. طيب بقولك ايه، ما تفتحي عليها الباب كده وتعالي نشوفي ايه اللي حصل. وفعلا الاتنين اللي فتحوا الباب واتصدموا اكبر صدمة لما لقوا الكلب قاعد جنب ماما وما بيعمل لهاش اي حاجة.
وعزة اللي اتعصبت جدا وقالت الله الله يا سي احمد، هو ده بقى الكلب الشرس اللي اكبر واحد عندك في المزرعة وجايبه كمان وقاعد جنب امك زي القطة؟ انا بجد مش متخيل اللي بيحصل ده الكلب ده ما بيحبش اي حد، وكل اللي يقرب منه بيموته وبيقطعه بسنانه. وفي الوقت ده الكلب اللي هجم على احمد وكان عايز ينهشه بسنانه، وماما اللي فضلت تصوت وقالت لا لا، بلاش تقرب من ابني، اوعى تعمل فيه اي حاجة، تعالى هنا، تعالى اقعد جنبي زي ما انت كنت قاعد. واحمد اللي قعد يعيط وقال معقولة يا ماما، معقولة مش عايزاه يقرب مني بعد كل اللي انا عملته فيكي؟ وماما اللي قعدت تعيط وقالت المثل بيقول يا ابني قلبي على ولد الفطر وقلبي ولد علي حجر، انا عمري ما اشوف اي حاجة بتأذيك واسكت ابدا. والكلب اللي سمع كلام ماما وقعد جنبها وما قربش من احمد تاني. وعزة اللي قالت حلو قوي الفيلم التركي اللي انتوا عاملينه عليا ده، جرى ايه يا سي احمد، هو احنا مش هنخلص من امك بقى؟ واحمد اللي قرب منها وضربها بالقلم على وشها وقال لها اخرسك قطع لسانك، حرام عليكي يا شيخة، انت خليتيني اجي على امي وابويا عشان خاطرك انتي، بس انا اللي غلطانة عشان بقيت ماشي وراكي وبسمع كلامك في كل حاجة من غير اي تفكير. وعزة اللي اتعصبت جدا وقالت له بقى انت بتمد ايدك عليا يا عرة الرجالة؟ طيب والله العظيم يا احمد لدفعك تمن القلم اللي انت اديتهوني ده واوريك هعمل فيك ايه. وعزة قبل ما تكمل كلامها الكلب اللي هجم عليها وعضها من رجليها. واحمد اللي قرب من ماما وقال لها انا عارف ان انا مهما طلبت منك ان انت تسامحيني عمرك ما هتسامحيني ابدا، بس انا برجوك يا ماما، برجوكي وبقولك ان انا اسف وحقك عليا في كل اللي انا عملته معاكي. حقي انا يا ابني انا سامحت فيه، بس حق ابوك انا اللي مش هقدر اسامحك فيه ابدا، ربنا يرحمه ويغفر له. واختك رؤية طول ما جوزها شايف ان ملهاش اي رجالة وواقفة في ظهرها وبتدافع عنها دايما هيجي عليها ويظلمها يا ابني هو وامه. انا خلاص يا ماما فوت لنفسي وعرفت ان انا كل اللي كنت بعمله معاكوا اكبر غلط، واللي بيجي على اهله ما يستاهلش اصلا ان هو يعيش. انا هروح لجوزها دلوقتي وما تعرفيش انا ممكن اعمل لك فيه ايه، عارفه لو عرفت ان بيمد ايده عليها هسود ايامه كلها. واحمد اللي خلص كلامه وجالي على بيتي على طول، وفي الوقت ده انا كنت واقفه قدام يوسف وبزعق معاه وبقول له بقول لك ايه بقى يا يوسف، انا عايزه اتطلق منك بكل احترام وعايزه اخد بناتي وامشي من هنا، وانا وعدك يا سيدي ان انت مش هتشوفني ابدا. هو انت اتجننتي يا بنت انتي بقى؟ انت واقفه قدامي وبتقولي لي الكلام ده عين عينك عادي كده، ولا انت مش شايفاني راجل قدامك؟ انت ليك كل الحق ان انت تقول اكتر من كده، بس انا مش عايزه اعيش معاك يا يوسف ويا ريت تطلقني بالذوق. وفجأة لقيت احمد اخويا اللي دخل علينا على طول لاني باب الشقة كان مفتوح وقال ومن قالك يا رؤية ان جوزك ليه حق؟ جوزك ملهوش اي حق، لان لو جوزك راجل بصحيح كان وقف معاكي وعمره ما ظلمك ابدا، لانه عارف ان اخوكي قلبه قاسي وجه عليكي كتير، يعني ما كانش ينفع يبقى هو والزمن عليكي. وده من امتى بقى ان شاء الله يا استاذ احمد؟ ما انت طول عمرك رامي اختك وما بتسألش فيها ولا حتى بتسأل عليها. كنت اكبر مغفل في حياتي وعيوني معمية لما عملت كده مع اختي، وانا بقى مش هسيب اختي تعيش معاك والعيال في حضانتها وهيبقوا معاها، وانا هقوم لك اكبر محامي فيك يا بلد وهطلقك منه بالمحكمة، لكن انا محدش هيجي على اختي ولا حتى يذلها. ايه ده بس يا عم احمد، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده حتى بيقولوا الكلام اخد وعطا، مش كده يعني؟ ولا انت جاي يعني عشان تخرب بيت اختك؟ والله بقى لما تعرف قيمة اختي تبقى تيجي وتاخدها من عندنا، يلا بينا يا رؤية نمشي من هنا. وفعلا انا اللي اخدت بناتي ومشيت وسبت له البيت وروحت بيت ابويا مع احمد، وانا اللي قعدت مع احمد وقلت له ربنا يخليك ليا يا اخويا، ما تعرفش ازاي انا مبسوطة ان انت رديت لي كرامتي قدام جوزي. انا غلطت في حقك كتير يا رؤية وكمان غلطت في حق امي، وبتمنى من ربنا ان امي تسامحني على كل اللي عملته فيها.
تاني ما انا قلتلك يا ابني حقي انا سامحت فيه، لكن حق ابوك دي حاجة مش بايديا وانا مقدرش اسامحك فيها. وبعد ما عدى اليوم ده انا فضلت قاعدة في شقة امي، وكل يوم والتاني يوسف كان يتصل بيا ويجينا على البيت وكان يتذلل لاحمد، بس احمد اللي ما كانش راضي يروحني معاه. وبعدها رجعت تاني على بيتي ويوسف بقى يعاملني كويس جدا، وحماتي ما بقتش تتدخل في حياتنا. واحمد اللي طلق عزة وفضل يخدم امي ليل ونهار ويدعي ربنا انه يسامحه على اللي عمله في ابويا. وفي نهاية حكايتنا حابة أقول المال بيجي وبيتعوض، لكن الأم والأب لو راحوا مفيش ليهم أي بديل. والأب والأم دايما بيسامحوا أولادهم، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما بينساش أبدا اللي بيعمله الظالم. والجحود دايما بيعمل قلب وبيخسر الإنسان دنيته وآخرته، واللي بيبيع أمه وأبوه عمره ما بيشم ريحة الجنة. والدنيا دوارة، اللي هتزرعه النهاردة هتحصده بكرة، ورضا الوالدين ستر ورضا من ربنا سبحانه وتعالى، ودعواتهم دايما مفتاح باب الرزق لينا. حتى لو زعلوا منك في يوم قلبهم عمره ما يقسى عليك إلا لما تظلمهم. وكده حكايتنا انتهت، يا رب تكون عجبتكم ونلت رضاكم واستفدتوا منها زي ما متعودين من حكاياتنا. واشوفكم في حكاية جديدة من حكايات إيمي، والسلام عليكم ورحمة الله.